حيث تسقط الخرائط وتنهض الأمم بقلم صلاح الدين الكردي النوبار. لم تعد الأحداث في هذا الشرق مجرد تراكم يومي للدم والبيانات، بل تحولت إلى عملية تفكيك عميق لخرائط القوة نفسها. العواصم التي اعتادت أن تنظر إلى الجغرافيا من عل بدأت تكتشف أنها ليست فوقها بل عالقة فيها. واشنطن تعيد ترتيب أولوياتها على مهل. تل أبيب تتعامل مع سوريا كجبهة صاعدة لا كدولة منهكة. أنقرة تحاول تبرير عجزها لا استعراض قوتها. بغداد تتراجع أمام ضغط التوازنات لا أمام القانون. ودمشق ما بعد الأسد ليست مشروع دولة بقدر ما هي أرض مفتوحة لمن يملك القدرة على كتابة الفصل التالي. في قلب هذه اللحظة يقف الكرد مرة أخرى كنقطة تقاطع لا كتفصيل عابر، وكحد قاطع يفصل بين شرق يحتضر وشرق يحاول أن يولد من جديد. نفت وزارة الدفاع التركية لأي تحرك عسكري جديد في شمال سوريا لم يكن إعلان طمأنينة بل اعترافا مكتوما بالعجز. أنقرة تدرك اليوم أن زمن المغامرات المنفردة عبر الحدود انتهى، وأن اختراق الجغرافيا السورية لم يعد قرارا تركيا خالصا بل ملفا تشارك فيه واشنطن وتل أبيب وموسكو وعواصم أخرى تعيد رسم خطوط النار حول مصادر الطاقة والمعابر وحدود النفوذ. تنفي تركيا لأنها محاصرة بمعادلات أكبر من طاقتها، ولأن كل رصاصة إضافية قد تفتح عليها أبوابا إقليمية ودولية لم تعد قادرة على ضبطها، في وقت تحاول فيه منع تصدع الداخل أكثر مما تحاول صناعة نفوذ في الخارج. في المقابل يظهر مشروع القانون الأمريكي الأخير بوصفه أحد أهم النصوص التي تكشف نوايا واشنطن في العراق وسوريا. هو ليس ملحقا ماليا عابرا في حزمة الدفاع السنوية، بل مسودة لإعادة هندسة العلاقة مع بغداد وأربيل وشمال وشرق سوريا. القانون يفرض شروطا صارمة على المساعدات الأمنية للعراق، ويربط استمرارها بقدرة الحكومة على الحد من نفوذ الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، وعلى محاسبة تشكيلات الحشد الشعبي المتورطة في الانتهاكات والهجمات على قوات التحالف. لكنه في الوقت نفسه يحصن ميزانية البيشمركة من هذه القيود، ويمنحها وضعية الشريك في الأمن القومي الأمريكي، ويؤكد استمرار الدعم لقوات سوريا الديمقراطية بوصفها الطرف الحاسم في الحرب على تنظيم داعش. الأهم من ذلك أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أن تكون قسد جزءا من أي إطار سياسي مستقبلي لسوريا. هذه ليست جملة مجاملة، بل إعلانا بأن التسوية السورية المقبلة لن تكتب فوق رأس الكرد، بل بوجودهم داخل معادلة الحكم. القوة التي هزمت داعش وأدارت مناطقها وحمت أخطر السجون في العالم ولم تسقط في فوضى الفصائل لا يمكن شطبها بقرار عسكري أو صفقة طارئة. ولهذا يلزم القانون البنتاغون بتقارير سنوية مفصلة عن أوضاع معتقلي داعش لدى قسد، وكأن واشنطن تقول إن من يملك السجون يملك مفتاح المرحلة التالية من الصراع. في هذه اللحظة يخرج صوت مظلوم عبدي ليضع الأمور في سياق أوضح. سوريا الجديدة على مفترق طرق، والغرب يدرك أن مركز الثقل فيها هو شمال وشرق البلاد. ما يقوله عبدي ليس مجرد تصريح صحفي، بل صياغة مبكرة لعقد سياسي جديد. اتفاق 10 من آذار لم يكن ورقة تقنية، بل مشروعا لإعادة تشكيل مؤسسة الدفاع في سوريا المقبلة. 3 فرق من قوات سوريا الديمقراطية، وكتيبتان خاصتان إحداهما للحدود والأخرى نسائية، كقوة ثابتة ضمن وزارة الدفاع في الدولة الجديدة. التحدي هنا ليس عسكريا فقط، بل يتعلق بفلسفة الدولة نفسها. كيف يمكن لوزارة دفاع تشكلت تاريخيا على صورة السلطة المركزية الذكورية أن تستوعب جيشا يحمل في تركيبته ثورة اجتماعية وكتائب نسائية قاتلت وقررت وبنت شرعيتها من الميدان؟ عبدي يحدد شروطه بوضوح نادر في الخطاب السوري: لا اتفاق كاملا مع دمشق قبل حسم القضايا الجوهرية المتعلقة بالدستور وشكل الحكم وحقوق المكونات، وفي مقدمتها الشعب الكردي. ويضيف أن المفاوضات لا يمكن أن تكون صفقة ثنائية بين السلطة وقسد، بل عملية تشمل الدروز والعلويين وبقية المكونات، لأن أي حل لا يضم الجميع لا يبني دولة، بل ينتج هدنة جديدة فوق ركام قديم. في الخلفية تجري عملية تفكك صامتة لما تبقى من بنية السلطة القديمة في دمشق. تقرير رويترز عن رامي مخلوف واللواء كمال حسن يكشف محاولة لإعادة تشكيل قوة موازية في الساحل ولبنان عبر تمويل عشرات الآلاف من المقاتلين المحتملين من البيئة العلوية، سعيا إلى إشعال انتفاضتين ضد الحكومة الجديدة واستعادة جزء من النفوذ المفقود.
الأسد نفسه يقيم في موسكو في وضع أقرب إلى المنفى المحروس، أما شقيقه ماهر فيحتفظ بولاء آلاف المقاتلين السابقين من دون أن يحسم موقعه. ما يبدو ظاهريا صراعا على المال والسلاح هو في العمق بداية انقسام داخل الجماعة التي حكمت الدولة عقودا، وبداية انتقال سوريا من نظام واحد متماسك ظاهريا إلى تعدد مراكز قوى تتصارع على ما تبقى من الجغرافيا والرمزية. في الجهة الأخرى تحاول أنقرة عبر لجنة البرلمان الخاصة وملخص محضر إمرالي أن تعيد صياغة صوت عبد الله أوجلان بما يخدم الرواية الرسمية، غير أن شهادة غولستان كيليش تكشف كيف جرى تحويل نص سياسي معقد إلى خطاب دعائي مفرغ من روحه. تم حذف البعد الديمقراطي من رؤية أوجلان وتضخيم البعد الأمني وتغييب تحذيره من القوى الانقلابية داخل الدولة وتعديل موقفه من سوريا ليبدو وكأنه قبول مطلق بوحدة شكلية دون شرط الديمقراطية. كما تم عزل حديثه عن نزع السلاح عن شروطه السياسية والدستورية وتحويل مصطلح السلاح الذهني إلى إدانة أحادية للPKK بدل أن يكون توصيفا شاملا لخطاب الدولة والإعلام والأجهزة والأحزاب. ما حدث ليس سوء فهم لنص، بل محاولة ممنهجة لتغيير معناه السياسي. الدولة أرادت أن يظهر أوجلان شاكرا لأردوغان وباهتشلي متبنيا بالكامل السردية الرسمية، بينما النص الكامل يعرض زعيما يربط كل شيء بتحول ديمقراطي حقيقي ويطالب بضمانات دستورية ويحذر من قوى داخلية قادرة على إفشال العملية في كل لحظة. التناقض هنا ليس بين نصين بل بين مشروعين، مشروع يسعى إلى حل ديمقراطي عميق، وآخر يريد استثمار اسم أوجلان لتكريس نظام أمني بصياغة جديدة. بعيدا عن تفاصيل الملفات اليومية ترسم استراتيجية الأمن القومي الأمريكية ملامح الصورة الكبرى. لم يعد الشرق الأوسط مركز الثقل الأول في السياسة الخارجية الأمريكية، لكن مصالح واشنطن الجوهرية لم تتغير: ضمان عدم وقوع الطاقة الخليجية في يد عدو مباشر، بقاء مضيق هرمز والبحر الأحمر مفتوحين للملاحة، منع المنطقة من أن تصبح منصة للإرهاب الموجه نحو الداخل الأمريكي، وضمان أمن إسرائيل. الجديد هو أن هذه الأهداف باتت تدار بأدوات مختلفة عبر الشركاء المحليين وعبر دعم توجهات مكافحة التطرف في الأنظمة القائمة، لا عبر احتلال مباشر أو مغامرات مكلفة. في هذا السياق تتعامل تل أبيب مع الجبهة السورية بوصفها التحدي الآتي: وزير الشتات الإسرائيلي يتحدث عن نظام جديد على الجولان حول الحدود إلى جبهة مفتوحة، ويشبه دمشق عام 2025 وغزة عام 2008، ولكن بعمق استراتيجي أكبر ووصول مباشر إلى المتوسط، ويتحدث عن دولة عدو لا عن منظمة. المعنى واضح: إسرائيل تستعد لمرحلة قد تتحول فيها الساحة السورية إلى ميدان حرب كبير، حيث تختلط فيها خطوط النفوذ الإيراني وبقايا النظام وقوات حرس الحدود الجديدة والفراغات التي تتركها إعادة انتشار القوات الأمريكية والروسية. داخليا في العراق يظهر بيان لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي نموذجا مصغرا عن مأزق الدولة: إدراج أحزاب وكيانات لا علاقة لها بداعش والقاعدة في قائمة الإرهاب، ثم التراجع عنه بحجة أن النشر تم قبل التنقيح، يفضح حجم الارتباك في مؤسسات القرار. الدولة التي تدرج أسماء ثم تشطبها في غضون أسابيع ليست دولة تسيطر على قرارها، بل ساحة تتصارع فيها قوائم جاهزة تأتي من الخارج ونخب عاجزة عن ضبط آثارها في الداخل. وسط كل ذلك تعود مسألة التطرف لتحتل مكانها في خطاب واشنطن الرسمي. وزير الخارجية الأمريكي يصف الحركات الإسلامية المتطرفة بأنها خطر عالمي، يؤكد أن طموحها لا يقتصر على السيطرة على محافظة في سوريا أو العراق، بل يمتد إلى محاولة اختراق الغرب نفسه. الرسالة هنا أن واشنطن ستستمر في إدارة ملف التطرف عسكريا وأيديولوجيا، وأن الشراكات مع قسد ومع القوى المحلية الأخرى ليست مجرد ترتيبات ميدانية، بل جزء من تصور طويل الأمد لطبيعة الصراع المقبل. إذا جمعنا هذه الخيوط كلها سنجد أنفسنا أمام لوحة واحدة لا عدة لوحات. تركيا تنفي لأنها محاصرة في توازنات جديدة. العراق يتراجع لأنه لا يملك قرارا مستقلا. دمشق ما بعد الأسد تتشقق بين مراكز قوة متصارعة على ما تبقى من النظام القديم. إسرائيل تستعد لجبهة سورية مختلفة نوعيا عن كل ما سبق. الولايات المتحدة تعيد توزيع الأدوار لا الانسحاب الكامل،
وسط ذلك كله يتحول الكرد إلى عقدة جيوسياسية لا يمكن تجاوزها، سواء في روتشافا أو في إقليم كردستان. هنا تحديدا تسقط الخرائط القديمة، الخرائط التي رسمت بعد الحرب العالمية الأولى على أساس دول قوية وشعوب صامتة. اليوم تتحول الشعوب إلى فاعل سياسي وعسكري واقتصادي، وتتحول الدول التي رفضت الاعتراف بتعددها الداخلي إلى كيانات مهددة بالتشقق. الشرق الجديد لن يولد من مؤتمرات رسمية ولا من بيانات الأمم المتحدة، بل من قدرة هذه الشعوب على فرض نفسها داخل المعادلة، وعلى تحويل تضحياتها إلى حق سياسي معترف به، لا إلى مجرد وقود لمشاريع الآخرين. الكرد الذين دفعوا ثمن كل مرحلة من تاريخ هذه الجغرافيا يتحولون اليوم من ورقة تستخدم في توازنات الغير إلى ركن من أركان التوازن نفسه. لا سوريا جديدة من دونهم، ولا عراق مستقر من دون شراكتهم الحقيقية، ولا معادلة إقليمية قابلة للحياة تتجاهل ثقلهم الجغرافي والعسكري والسياسي. وهذه هي اللحظة التي يرتج فيها الشرق عند مفترق، فتسقط الخرائط التي لم تعترف يوما بالأمم التي تسكنها، وتنهض تحاول للمرة الأولى أن تكتب جغرافيتها بيدها لا بقلم الآخرين، بقلم صلاح الدين الكردي نوبار.